السلام عليكم وعاملين ايه يا اصحابي؟ النهارده هنتكلم عن الذكاء الاصطناعي. بس قبل ما نبدا في مفاجأتين ليكم يا جماعه. المفاجأة الاولى هي ان حدثت موقع قناه يا جماعه، وبقى في حاجات حلوه جديده، وفي زرار ضفته جديد كده، ومعنى الزرار ده جميل جدا. طبعا انا عارفه دلوقتي. زرار اسمه التيم، انه بيوريك الاصدقاء المفضلين عندي والتيم كمان. لا وكمان مش بس كده، ده كمان تقدر تكون معايا في التيم وتلعب معايا ماينكرافت. بس طبعا لازم تتواصل معايا، لكن طبعا مش هسيبك كده، لا عملت كمان صفحه. معنى الصفحه دي ايه؟ بتقول لك كلام كده وتقدر تتواصل معايا بس عن طريق ديسكورد بس. ولو عايز تعرف انت من اصدقائي المفضلين ولا لا، روح شوف الموقع نفسه. واما المفاجاه التانيه انه في موقعين هينزلوا ان شاء الله، هما لسه تحت تطوير البرمجه، فما تقلقوش، وانا يعني تحت تطوير البرمجه انا وبس. يلا بينا ندخل على الفيديو. النهارده بقى هنتكلم عن الذكاء الاصطناعي وهو شات جي بي تي. شات جي بي تي يعني اول ما نزل كان فلوس طبعا ما كانش في مصر، وكانت حالته بايظه خالص لحد ما متوفر مجاني بقى في مصر وكل حته يعني. فيا جماعه من افضل شات جي بي تي يا جماعه، من افضل الذكاء الاصطناعي اللي شفته في حياتي بصراحه، لانه في احسن منه طبعا، بس يعني بالنسبه لي يعني كان في فيديو نزلته كده وهو عن لعبه مسليه، فالمقدمه وطريقه الكلام كانت من شات جي بي تي والموضوع اللعبه وكده، يعني اكيد يعني مش هيجي من دماغه كل ده، فعاش جدا يعني. وبس هو الصراحه افكاره بجد يعني مش هكذب. يعني اجي اقول له مثلا انا عايز فكره حلوه لليوتيوب، يصدمني هو بقى في الاخر. يعني انا مش فاهم هو ايه يعني. انا فضلت اساله بقى عن اي فكره حلوه يعني لليوتيوب، بس في افكار اليوتيوب جبتها منه بالعافيه والصراحه حلوه. ولو عايز تشوف الافكار دي فانا حملتها لك منه مخصوص. اصل شات جي بي تي باين عليه ما كانش راضي يديني الملف حلو بسبب اني لسه ما وصلتش 2000 مشاهده، فقلت له هم قدها. هسيب لك كل حاجه في اول تعليق مثبت او في الديسكريبشن. وطبعا انتوا اتعودتوا خلاص كالعاده فيديوهاتي قصيره. وقبل ما نختم حبيت اشكر هاوس تسليك عشان هو دلوقتي واحد من التيم عندي، وهو اللي عمل صوره الجامدين دول، صوره مصغره، وهو مصمم محترف يعني. وقبل بقول بكلمه بس وسلام، لا اقول حاجه كمان. وانا بسجل يا جماعه يعني مش بقول كلام يعني صحيح كالعاده، لا بقعد اخبط فيه يعني ممكن يكون تالت مره اسجل فيها او رابع. صح يا جماعه، دي 400,000 مره انبه فيها عليك. عايزكم تكتبوا اسئله كتير تعليقات عشان اعمل عنها فيديو ان شاء الله. فاكتبوا اسئله عشان نشوفوا التعليقات بتاعتكم، يعني تكون اسئله غريبه كده وعاديه يعني، فربنا يستر على اسئلتكم. ماشي، دي هتكون اخر مره اسالكم فيها. اسالوا يعني في المنتدى او في التعليقات، لاني عامل في المنتدى سؤال كاتب فيه اسال اي اسئله يعني، فاهم؟ وبس، سلام.